ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمله مع بعض وصفة سهلة جدا جدا، ومش هتاخد معاكي اكتر من ربع ساعة. وصفة جميلة والنتيجة بتاعتها ممتازة. معانا نص كيلو من البانيه، طبعا متبلاها. وتتبيلة البانيه كل واحد وليه تتبيلته، انا ليا تتبيلة حلوة جدا. هبقى ان شاء الله اعمل لكم فيديو فيه تتبيلة البانيه ونعملوها مع بعض باذن الله. ومعايا بطاطس، دول بطاطستين كبار مقطعاهم كده، ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. ومعايا بقى فلفل رومي، معايا بصلاية، معايا طماطماية، معايا فصين توم. كل المكونات دي مع بعض حطيتها، وهحط بقى ايه البهارات بتاعتنا. معايا ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا، ومعايا زعتر. الزعتر ده مطحون ناعم مش خشن. بس انا بصراحة من تجربتي يعني بفضل الخشن، بيبقى افضل بكتير. خلاص حطيت كل البهارات بتاعتنا على المكونات اللي معانا. قلنا الفلفل والطماطم والبصل والثوم، طبعا انا مقطعهم حتت صغيرة. هجيب بصوا الصينية اللي انا هدخلها الفرن، هي اللي هعمل فيها الوصفة بتاعتنا النهاردة. هجيب طبعا صينية اللي هي ألمونيوم، عشان طبعا البايركس مينفعش تحط على النار. لو عندك تيفال تمام. دلوقتي بقى هي الصينية اللي هعمل فيها الوصفة برضو اللي هدخلها الفرن. يعني هتوفر معاكي مواعين كتيرة جدا، وهتعملي الوصفة كلها في حاجة واحدة. دلوقتي حطينا المادة الدهنية زيت، انا بحط زيت عافية اللي هو زيت الذرة. عايزة تحطي سمنة زبدة براحتك. هنزل بقى بالنص كيلو البانيه اللي احنا متبلينها في المادة الدهنية بتاعتنا. بص ده نص كيلو، بس انا مقطعاه كده يعني مش حتت كبيرة اول صغيرة. فبسم الله ما شاء الله كده نص كيلو، يعني اعطيني كمية كبيرة. احسن وافضل ما تسيبي القطعة كبيرة. انا عايزة بس يا جماعة البانيه تغير لونها مش اكتر. دلوقتي انا هقلبها على الوش التاني، ولما كلها من الوشين تاخد نفس اللون هنكملوا الوصفة مع بعض، هنشوف هنعمله ايه. زي ما بقول لكم طريقة سهلة وبسيطة جدا، ويعني مش هنقوله مش هي، بس تعتبر مش مكلفة قوي يعني. هتجيبي مثلا نص البانيه، دلوقتي نص البانيه ب75 جنيه، هي ب150. وهتجيبي مثلا نص بطاطس، مثلا طماطمايه، بصلايه، واحدة مثلا فلفل رومي. كل الحاجات دي بتبقى مكونات يعني موجودة عندنا في البيت، فتعتبر أكلة مش مكلفة قوي. بس بجد النتيجة بتاعتها روعة. بعد ما البانيه خدت معانا كلها لون واحد، هشيلها طبعا من الصينية اطلعها في طبق زي ما انتوا كده شايفين قدامكم. عايزة بقى انتي الكمية على حسب ما انتي عايزة. ممكن تعملي كيلو البانيه، ممكن تعملي ربع. يعني هي بصراحة بتبقى كتيرة وحلوة. يعني نص كيلو عمل معايا الكمية دي، وكان والله مكفي وبالزيادة. دلوقتي بقى طبعا البانيه يعني امتصت معايا المادة الدهنية، فاضطر ان انا احط شوية زيت كمان. عايزه بقى انت في اللحظه دي تحطي سمنه، مثلا عندك سمنه بلدي او ايا كان زبده او حاجه ممكن تحطي، بس انا كملت الماده الدهنيه زيت اللي هو عافيه اللي هو زيت الذره. دلوقتي بقى هنزل بالمكونات اللي معانا: البصل والثوم والطماطم والفلفل، وطبعا مبهرينهم. وطبعا لازم تقلبيهم كويس عشان كل مكونات تتشرب معاكي البهارات. نزلت بيهم. انا بس عايزة اشوحهم كده واقلبهم تقلبتين تلاتة مش اكتر، واشم ريحتهم مش اكتر من كده. زي ما انتوا واضح قدامكم دلوقتي انا يعني بقلبها بس كده تقلبتين مش اكتر. هنزل بقى بالبطاطس. كمية البطاطس برضو اللي تريحك حسب طبعا افراد الاسرة، او لو عندك عزومة بجد هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. بعد ما قلبت البطاطس مع باقي المكونات هنزل بمكعب مرقة دجاج. بجد اديتها نكهة جميلة جدا، وبجد وديتها في حتة تانية خالص.
دي كانت صلصة انا عاملاها، يعني تعتبر نص كوباية صلصة. هقلبهم بقى كل المكونات مع بعض. لو انتي حابة تحطي معجون صلصة حطي، بس انا ما كانش عندي. دلوقتي هنزل بيه عصير الطماطم. عصير الطماطم يعني في حدود كده نص كيلو طماطم على حسب ما انتي بتحبيها، يعني في حدود نص كيلو طماطم اضربهم في الخلاط وننزلوا بيهم على المكونات. انا سبتها كده غلت، يعني ايه، غلوتين مش اكتر. وهنزل بقى بالبانيه احطها على وش الصينية او على البطاطس وباقي المكونات اللي معانا. هنزل بيها بقى كده. طبعا انا هسيبها على النار شوية تاخد غلوتين، لازم 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 علشان البطاطس تستوي معاكي اسرع، ان انت تسيبيها على النار فوق يعني تاخد غلوتين 3 كده، وبعد كده تدخليها الفرن. بجد بيفرق خالص، والبطاطس طلعت مستوية وجميلة في منتهى الجمال، هي والبانيه. طبعا البطاطس بتاخد سوا اكتر من البانيه، فهنسيبوها فوق كده تاخد غلوتين 3، وبعد كده هنحطوها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180. وبعد كده تفتحي لها الشواية لمدة دقيقتين 3 تاخد اللون الجميل ده، وبتطلع في منتهى الجمال. ودي كانت وصفتنا النهارده والفيديو النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم متبخلوش عليا بكومنت جميل زيكم، ولايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. اشوفكم على خير باذن الله، وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه.